النهارده يا شباب هكلمكم عن طريقة جديدة هتدخلك بيها سلوفينيا وهتقدر تاخد تأشيرة البلد هناك وهتوفر لك فرصة عمل وإقامة لمدة سنة. ودي تعتبر متاحة لمعظم الدول العربية، يعني أي حد من أي بلد عربي يقدر يقدم عليها، والشروط بتاعتها مش صعبة وبسيطة ومناسبة للجميع وملهاش سن محدد. والتقديم عليها مجانا، يعني مش هتدفع أي قرش ساغ واحد من جيبك. والفرصة ديت يا جماعة تديك إقامة هناك لمدة سنة. بس قبل ما ندخل طبعا في تفاصيلها وايه هي الشروط بالظبط، لو انت اول مرة تشوفنا وحابب تكون معانا في قلب القناة، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. زي ما قلنا يا جماعة احنا هنتكلم عن فرصة سهلة ليك هتساعدك ان انت تقدر تدخل بيها سلوفينيا. الفرصة دي هتسمح لك ان انت تقعد هناك في قلب البلد، يعني انت هتاخد تأشيرة مع اقامة في قلب البلد هناك لمدة سنة. وزي ما قلنا الفرصة ديت متاحة لجميع الجنسيات العربية، التقديم عليها مجانا وبدون أي حساب بنكي، يعني تقدر تقدم عليها وانت ببيتك من خلال الموبايل. تعالوا بقى يا جماعة نعرف ايه اللي هتوفره لي بالظبط الفرصة ديت وفي اي مجال طبعا، عشان لو حابب ان انت تقدم على الفرصة ديت. اول حاجة يا جماعة الفرصة ديت هتوفر لك اقامة، هتوفر لك تأشيرة، هتساعدك طبعا في تذاكر الطيران، بجانب انها توفر لك التأمين الصحي. يعني كل اللي عليك ان انت يكون عندك خبرة في مجال التسويق او المبيعات، يعني لو انت راجل مثلا اشتغلت في الماركتينج او السيلز فانت تقدر تقدم على الفرصة ديت وانت مرتاح. وطبعا اكيد هيكون ليها شوية شروط، فالشروط بتاعتها برضه مش بالصعوبة اللي انت متخيلها، لكن تعتبر من اسهل الشروط اللي انت برضه تقدر تساعدك ان انت تقدر تقدم عليها وتكون متوفرة عند عدد كبير من الشباب. أولها يا جماعة إن أنت يكون معاك خبرة في مجال التسويق أو مجال المبيعات. تاني حاجة إن أنت أكيد طبعا يكون معاك لغة إنجليزية عشان تعرف أن تشتغل هناك في قلب البلد. بعد كده مش هيطلب منك زي ما قلنا حساب بنكي. خطوات بقى التقديم على الفرصة ديت، كل اللي عليك يا جماعة انت هتدخل على الرابط اللي هيبقى موجود في قلب صندوق الوصف وبتملى الطلب بتاعك اونلاين، يعني بتدخل شوية بيانات شخصية عن خبراتك عن شغلك عن شهاداتك، حاجات كده مش صعبة. بعد كده انت بترفع معاهم برضه لواء السيرة الذاتية، ويا ريت تكون السيرة الذاتية طبعا معمولة باللغة الإنجليزية. بعد كده انت بتستنى بقى الرد من جانب طبعا اللي هي المؤسسة اللي هي طالبة عدد معين في المجال المبيعات. فلو تم قبولك هم بعد كده بيبعتوا لك خطاب القبول اللي هيسير لك بعد كده استخراج التأشيرة مع كافة التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها. الفرصة ديت عشان الناس هتسألنا امتى او اخر ميعاد للتقديم عليها، الفرصة ديت التقديم عليها مفتوح دلوقتي، يعني انت تقدر تقدم عادي ما تقلقش من اي حاجة، لان هم طالبين عدد. لما العدد يكتمل معهم طبعا الفرصة هتقفل، لكن وقت التقديم مفتوح دلوقتي. يعني زي ما بنقول اول ما تتفرج على الفيديو دوت ابدأ سجل على طول، والرابط طبعا اكيد هيكون في صندوق الوصف. ودي تعتبر اسهل فرصة ليك هتدخلك سلوفينيا للناس اللي حابة انها تدخل سلوفينيا، هتدخلك اوروبا وهتساعدك بعد كده لو انت خدت اقامة ان انت تنقل ما بين اي دولة اوروبية هناك. بالتوفيق للجميع باذن الله، ولو في اي استفسار يا ريت الناس تسيبونا في قلب التعليقات وانا في اقرب فرصة هرد عليكم. شكرا لكم وبس كده.